بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة عن الفرق بين الزكام والإنفلونزا والكورونا وحساسية الأنف أثناء الحمل. طبعا في فترة الحمل بتزداد الإصابة للحامل بفيروسات اللي هي نزلات البرد اللي اسمها زكام، والإنفلونزا والكورونا، وأيضا بتزداد الاحتمالية للإصابة بحساسية الأنف. طبعا الفيروسات دي بتنتقل عن طريق قطرات العطس أو السعال اللي بتبقى موجودة في الهواء وبتخش عن طريق الأنف أو الفم أو العين. لأن الجسم في هذه الفترة، فترة الحمل، لا يعمل فيها جهاز المناعة بكامل كفاءته. طبعا هو بيقلل نشاطه لإنجاح الحمل حتى لا يرفض جسد المرأة الجنين ويعتبروه كميكروب. وغالبا بتتحسن الحالات دي من تلقاء نفسها، وتعمل المضادات الحيوية فقط على العدوى التي يسببها البكتيريا بعد الفيروس، وليس لها تأثير على الفيروسات. طبعا بتكون الخطورة مباشرة على الأم، ولكن غير مباشرة على الجنين، لأن العدوى لا تنتقل إلى الجنين. وتشعر الحامل بالإصابة بالإضافة إلى آلام وأوجاع الحمل. طبعا هنتكلم عن أعراض الزكام اللي هي نزلة البرد. طبعا دي عدوى فيروسية بتنتقل عن طريق الهواء، بتصيب الجهاز التنفسي العلوي اللي هو الأنف والحلق والجيوب الأنفية والممرات الهوائية العلوية. بتحدث أعراض خفيفة وتدريجية زي عطس، سعال، صداع، التهاب في العين، سيلان، انسداد الأنف. نادرا جدا ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ولو ارتفعت بتبقى 38. الأعراض دي بتيجي وبتقعد من 5 ل7 أيام. ما بقاش معاها أي مشكلات تنفسية، معاش ألم في العضلات، معاش إسهال، والشخص ده ممكن يصاب كذا مرة في السنة، لأن الفيروس المسبب للزكام اللي هي نزلات البرد لديه قدرة كبيرة على التحور، كل شوية بيغير تركيبته وصيغته الوراثية، مما يجعله مقاوما للعلاج وما تقدرش تعمل له لقاح. أعراض الإنفلونزا طبعا دي عدوى فيروسية للجهاز التنفسي، بتكون ممكن الأعراض شديدة وسريعة التطور، وممكن لا قدر الله يحصل مضاعفات تستدعي الدخول إلى المستشفى. بتشمل بقى حمى شديدة، صداع، قشعريرة، آلام في عضلات الجسم، سعال، احتقان الأنف وسيلانه، احتقان شديد بالعين، آلام والتهاب بالحلق، القيء والإسهال، الترجيع، التعب أو الإرهاق، ده مهم جدا، وضيق التنفس لاحتباس السوائل. الدور ده بيقعد من 7 ل 14 يوم. ولكن أعراض الكورونا طبعا هي عدوى فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي. الفكرة ان الكورونا دلوقتي في منها نوع بسيط بيطلع منها متحور بسيط، بيبقى زي نزلة البرد او الزكام بالظبط، وفي نوع بيبقى شديد بيبقى زي الانفلونزا. فممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده. طبعا ما نعرفش نفرق بينهم الا بتحليل الفيروس نفسه باختبار PCR. الحاجة الرابعة عندنا اللي هي حساسية الأنف والحلق، دي بيبقى فيها عطس، كحة، سيلان أو احتقان في الأنف، برضو ضيق في النفس ساعات، تدميع للعين. طبعا لأن حبوب اللقاح بتظهر مبكرا، فتزيد احتمالية الإصابة بالحساسية مع دخول فصل الربيع، إن بيحصل رياح فيها رمال، فيها أتربة، فيها حبوب لقاح، فدي العوارض بتاعتها بتتشابه مع الالتهاب الفيروسي للزكام والإنفلونزا وكورونا. لكن ما فيهاش ارتفاع في درجة الحرارة خالص، ما بتسببش أي أعراض تخص الرئة. لو عملنا أشعة الصدر بتطلع أشعة الصدر لوسينية أو مقطعية سليمة، والتاريخ المرضي بيقول إن بيجي السيدة الحامل بيجي لها الموضوع ده فيه تغير الفصول، ودي حساسية. طب إيه المضاعفات؟
طبعا المضاعفات اللي بتصاحب الإصابة بالإنفلونزا أو الكورونا، لأن الحساسية ملهاش مضاعفات شديدة، وبرضه نزلة البرد غالبا بتشفى لوحدها ومضاعفاتها بسيطة. أول حاجة أن المضاعفات الخطيرة بتاعة الإنفلونزا أو الكورونا ممكن تودي بحياة الأم والجنين، أو تحدث أضرار بالغة في أجهزة الجنين الحيوية وأعضائه. بتشمل إيه بقى؟ الإصابة بالالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، في الممرات الأنفية والحلق، والجهاز التنفسي السفلي في الشعب الهوية والرئة. كمان بتعمل التهاب ممكن في عضلة القلب، كمان ممكن تعمل التهاب في العضلات، تعمل التهاب في الدماغ، بيحصل فشل متعدد للأعضاء المختلفة زي فشل تنفسي أو فشل كلوي أو تسمم بالدم. إنما الجنين بتؤثر عليه في نمو الجنين، لأن ارتفاع درجة الحرارة بيبقى مرتبط بمشاكل في الأنبوب العصبي، فبتعمل فتحة في العمود الفقري أو فتحة في الدماغ. كمان الموضوع ده بيؤدي إلى الإجهاض أو موت الجنين أو ولادة مبكرة. طبعا اللي عندها مرض مزمن، مشكلة موجودة بتسوء، على سبيل المثال لو واحدة عندها ربو بيسوء، لو واحدة عندها مشكلة في القلب بتسوء. هنشخص الحالة دي ازاي؟ طبعا بنشخص الحالات دي بتاريخ مرضي، بإصابة كان حد تعبان وانا زرته، حد جالي كده، او حساسية بيجيني كل شوية. تاني حاجة ممكن نعمل أشعات لو شاكين إن في حاجة في الصدر، أشعات عادية سينية أو مقطعية. كمان ممكن نعمل اختبار مناعة إكلينيكية نكتشف سبب المسبب للحساسية لو احنا شاكين إنها حساسية، عشان نعمل مصل نبقى نديه للمريضة. أهم حاجة نختبر بيها ونعرف السبب هو اختبار نوع الفيروس اللي هو الPCR من إفرازات الأنف والفم ونحللها. طب الوقاية بتبقى ازاي؟ اهم حاجة الوقاية بنعملها عشان نقلل خطر العدوى ونقلل المضاعفات. اول حاجة هو اللقاح. اللقاح للإنفلونزا والكورونا بنديه للحوامل والمرضعات وهو آمن. وطبعا الحامل لما بتاخده الأجسام المضادة اللي بتحصل منه بتعدي للجنين فبتحمي الجنين، والمرضع لما بتاخده الأجسام المضادة بتروح عن طريق اللبن بتاعها للطفل الرضيع. كمان في الوقاية مهم جدا نعطي مصل الحساسية اللي احنا كنا حضرناه بجرعات قليلة وبنزودها عشان الجسم يكتسب مناعة من هذا المسبب. بعد كده بقى بنقول ان نحافظ على مسافة بينك وبين الاشخاص، خاصة لو مصابين، ولو انت كمان مصاب ابعد عنهم. لما تيجي تعطس او تسعل خلي فمك وانفك في الساعد بتاعك، ما تحطش ايدك عليه. ارتدي ماسك. كمان اشرب سوائل دافية كتير، معدل 30 سنتي لكل كيلو. كمان غسل الايدين ده مهم جدا من 20 ل 30 ثانية بعد الدخول الى البيت، بعد العطس، بعد الكحة، بعد سلم على حد مصاب، بعد التبرز، لازم الكلام ده نعمله. في كمان لقوا ان الساونا نفسها باستمرار بتساعد على الوقاية من هذه الأمراض. كمان الحصول على نوم كافي وراحة كافية. كمان اتباع نظام غذائي متوازن. طبعا بيبقى فيه فيتامينات وفي حمض فوليك وفي زنك، الحاجات دي بتقوي المناعة. طبعا ممارسة الرياضة بانتظام في الهواء الطلق زي المشي بتزود الدورة الدموية وبتنشط عملية التنفس وخلايا المناعة. كمان تقليل التوتر. بعد كده هنتكلم على العلاج. مفيش علاج لنزلات البرد ولا الإنفلونزا ولا الكورونا، لكن الأدوية اللي بنديها بتعالج الأعراض عشان نخففها فقط، ويكون الشفاء والتعافي بدون استخدام أدوية، ولا يجب تناول أي علاج إلا بعد استشارة الطبيب. طبعا احنا قلنا برضو النصايح هنقولها تاني بس بالزيادة في العلاج. أول حاجة طبعا إن احنا
الحصول على نوم وراحة كافية، لأن النوم والراحة الكافية بيساعد على سرعة التعافي. وكمان لما الواحدة تنام ترفع راسها ببعض الوسائد عشان تقدر تصرف المخاط وتتنفس بحرية. كمان هنقول نشرب سوائل بكثرة، قلنا 30 ملي لكل كيلو، ويستحسن تكون مشروبات ساخنة من غير ما نحليها، ويستحسن فيها فيتامين ج زي الليمون. طبعا السوائل الكتير بتحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الأنف والبلعوم، فبتخلي انتشار المسبب ينتشر ببطء أو تمنعه. كمان السوائل بتخلي المخاط اللزج بيبقى سائل وتقدر تصرفه بسرعة، وكمان بيمنع احتقان الزور. كمان بيمنع الجفاف، لأن نقص السوائل والكحة والكلام ده بيوصل لجفاف. بعد كده استنشاق هواء نقي بس ما يكونش بارد. استنشاق بخار ماء في الحمام أو طبق أو في حلة فيها مياه سخنة نستنشقه، برضه هيدوب المخاط. ممكن كمان غرغرة بماء وملح عشان أفك احتقان الحوض. الاستحمام بالماء الدافي برضه بيعمل نفس الكلام. ممكن كمان أرش قطرات أنف بماء وملح، بيفك الاحتقان ويخفف من تركيز المخاط. قلنا توابل وجبات صحية متوازنة عشان تخلي الجهاز المناعي يحارب الأمراض. قلنا أطعمة سهلة الهضم زي الفواكه والخضروات، حساء الدجاج ده مهم، الحبوب الكاملة، اللحوم البيضاء. كمان أطعمة فيها فيتامين ج، سبانخ وطماطم، أطعمة فيها زنك، لحوم وزبادي. كمان لقوا إن تناول العسل بيبقى مهدئ للسعال وبيخفف احتقان الحلق. كمان هنتكلم على استخدام الأدوية لتخفيف الأعراض تحت استشارة الطبيب. طبعا بندي مسكنات ألم لو في صداع أو ألم في العضلات، بندي خافضات حرارة، بندي كمان استنشاء، قلنا استنشاء بخار، قلنا بندي حاجة لاحتقان وسيلان الأنف، يا بندي حاجة بالبق زي مضادات الهستامين، أو بندي بخاخات موضعية وقطرات فيها كورتيزون بالأنف. كمان ممكن ندي مستحلبات للحلق نهدي التهاب الحلق. وقلنا كمان في غرغرة بماء وملح بتساعد على إن حكة الحلق والسعال بنضيعها. أدوية السعال طبعا في مضاد سعال، في طارد للبلغم، في مذيب للبلغم، في موسع شعب. قلنا الاستحمام بالماء الدافي قلنا عليه. قلنا بنعمل كمادات باردة في حالة ارتفاع الحرارة، وكمادات دافئة عشان أخفف الألم على الجيوب الأنفية وعلى العضلات. بعد كده هنقول إمتى الحامل تلجأ للطبيب. طبعا الزكام أو نزلة البرد تبقى بسيطة وبتروح وبتخف لوحدها، لكن ايه اللي يحصل لو انا شاكه في حاجه تانية؟ اول حاجه بلاقي ارتفاع درجه الحراره فوق 39، بلاقي ان الموضوع اطول من اسبوع، بلاقي في صعوبه في التنفس او ضيق في التنفس، بلاقي دوخه، اغماء، حركه الجنين قلت، او في مغص في الرحم او ولاده مبكره. اخيرا اللي نقدر نقوله ان الاعراض بتاع كل ده بتتشابه، عبارة عن إسعال، انسداد في الأنف، سيلان في الأنف، لكن هناك بعض الاختلاف إن الأعراض بتبقى قليلة في الزكام لكن بتبقى شديدة في الإنفلونزا والكورونا. طبعا بيبقى الإنفلونزا والكورونا معاهم مصحوب بالإرهاق والقشعريرة لأن في ارتفاع في درجة الحرارة. وقلنا الكورونا برضو بتيجي مرة بسيطة زي البرد، وبتيجي مرة شديدة زي الإنفلونزا. وشكرا.